السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي للأبد. هنروح على طول كده أفريقيا، مكملين إن شاء الله مع بعض. بس المرة دي هنقول اللعيبة اللي رفضت تشارك مع منتخبات بلادهم في كأس الأفريقية. رفضوا ده اللعيبة بتتنافس وبيقطعوا بعض علشان ينضموا للمنتخبات في كأس أفريقيا، لكن في بعض اللعيبة رفضوا تمثيل بلادهم في كأس أفريقيا السنة دي إن شاء الله. هنقول على الثمان لعيبه دول وهنفضحهم. انا بعتبرها خيانه عظمى لمنتخب بلدهم، والطبيعي ان هم يتشطبوا خالص من المنتخبات. يعني اللعيب اللي بلده تحتاجه في وقت معين وعشان يلعب في منتخب بلده وما يرضاش يروح، لا خلاص ده يتشطب من سجل اللعيبه في المنتخب، وما يعني ما يستدعوش تاني. فهنقول كده على اللعيبه دي، هم 8 لعيبه. اول لعيب حنا بعل المجبري، ده لعيب في منتخب تونس. لعيب لسه صغير طبعا في السن، بيلعب في مانشستر يونايتد. ولما استدعوه في المنتخب قال لا انا عايز اركز مع مانشستر يونايتد، مع انك لو رجعت اخر 100 ماتش لمانشستر يونايتد هتلاقي تنهاج ما خلوش يشارك الا في ماتش ولا ماتشين في الكاس، حاجات ماتشات مش مهمه، ماتشات ملهاش لازمه. فمش عارف انهي تركيز ده بصراحه اللي هيركز فيه يعني مش عارف. انا في رايي ان هو من افشل اللعيبه اللي موجوده في افريقيا في الدوري الانجليزي حاليا، ما بيشاركش. يعني في الاخر هتبقى اعاره لاي نادي تاني بره الدوري الانجليزي او في دوري الدرجه الثانيه. هتكون دي نهايته بعد اعتذاره عن المشاركه مع منتخب بلده تونس. اللاعب التاني برضه من تونس، مرتضى بن الناس. استدعوه قال لا بنتي تعبانه وعايز اقعد جنب بنتي شويه وكده، وتفاجئوا ان هو بيلعب مع فريقه قاسم باشا في تركيا ماتش من كام يوم. فطبعا خلاص يعني هو الراجل باع بلده وكمل مع الفريق بتاعه. بعد كده نروح منتخب غانا، في لاعب اسمه بابا عبد الرحمن، ده مدافع. لكن هو اعلن ان هو لسه بيتعافى، كان مصاب الفتره اللي فاتت ولسه بيتعافى من الاصابه. وده يعني لو رجع دلوقتي الملاعب هيأثر على مشواره سواء مع المنتخب او مع الفريق بتاعه. وده يمكن عذره مقبول شويه، يعني هو اضرب حالته وحب يسيب مكانه لحد يكون فورمه ويكون يقدر يلعب كاس الامم، فده الى حد ما عذره مقبول. في برونو فاريلا، ده في الراس الاخضر طبعا احنا عارفين ان هو في مجموعه منتخب مصر، حارس مرمى وبيلعب في نادي فيتوريا دي جيماريش في البرتغال. واعتذر عشان هو مش عايز ياخد مكان ناس كان بتلعب في المنتخب قبل كده، وهم اللي وصلوا الراس الاخضر افريقيا، فما حبش ياخد مكانهم. يعني مش عارف، مش حاسسها شويه، مع العلم ان هو ما شاركش خالص مع منتخب بلاده قبل كده واول مره يستضيف. بعد كده في لاعب من غانا اسمه فتاو إيساهاكو، ده بيلعب معار لليستر سيتي، واعتذر علشان هو عايز يشارك مع ليستر سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي الفترة اللي جاية. فده كان اعتذار مباشر منه. مابالا نزولا، ده بيلعب في أنجولا، وده مهاجم في فريق فيورنتينا الإيطالي، وبرضه مرضاش يرجع علشان هو مركز مع فرقته وعايز يفضل مستمر في التشكيلة. مامادو ساماسا، ده لعيب من مالي، وده بيلعب في نادي ماين في فرنسا، وبيحاول يساعد فرقته علشان تطلع من دوري الدرجة التانية للدوري الدرجة الأولى في فرنسا. فبرضه اعتذر علشان خاطر النادي، مش مبرر خالص. آخر لاعب معانا فرانسوا ريجيس موغي، ده لعيب من الكاميرون وبيلعب في أولمبيك مارسيليا، وكانت صدمة كبيرة إن هم لما استدعوه كان موجود فعلا في اختيارات المدرب سونج من ال 27 لاعب اللي هو اختارهم، لكن هو مرضاش يروح وقال انا مركز الفتره دي مع فريقي لان في افارقه كتير خرجوا، فانا عايز اضمن لنفسي مكان في التشكيله الفتره الجايه. بغض النظر عن كل الكلام ده، بس اللعيبه دي ما المفروض ما تنضمش لمنتخباتها تاني، يعني خيانه علنيه. لان في ناس ما عندهاش اسباب، يمكن الوحيد اللي انا شايف عنده سبب اللي هو قال ان هو لسه جاي من اصابه بيتعافى والكلام ده، وفي ناس احق منه تلعب والموضوع هيأثر على مشواره الرياضي فاعتذر. يمكن ده الوحيد اللي مقبول بالنسبه لي، لكن السبع لعيبه الباقيين كلهم لعيبه فاشله. اي لعيب بلده تحتاجه في منتخب بلاده عشان يمثلها وما ينضمش ويرفض عشان النادي بتاعه، ده مش هيقعد للتاريخ ولا هنذكره بعد كده. يعني انا متاكد ان اللعيبه دي كلها سنه ولا اتنين وهيختفوا كلهم ومحدش هيسمع عنهم حاجه تاني. يا رب النصر لمصر ان شاء الله في بطوله افريقيا، وبالتوفيق يا رب ان شاء الله. وهنتابع مع بعض برضو الاخبار منتخب مصر الفتره الجايه باذن الله في افريقيا كوت ديفوار.
اشوفكم على خير. لو لسه ما اشتركتش في القناه لازم تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده بتاعتنا، وكمان تشترك في صفحه الفيسبوك وتعمل مشاركه لكل الفيديوهات بتاعتنا. اشوفكم على خير مع اهلاوي الابد. السلام عليكم.